خلينا نتخيل اللحظة دي، اللحظة اللي الواحد أخيراً بيوصل فيها الهدف كان بيحلم بيه وبقاله كتير بيسعى ليه. المفروض بقى إن دي لحظة السعادة المنتظرة، صح؟ لكن فجأة مفيش، صمت تقيل جداً ومشاعر مطفية وكأن ما حصلش أي حاجة. في رحلتنا النهاردة لفهم الذات هنغوص في الظاهرة النفسية العميقة دي. ليه إحنا كبشر ساعات كتير مش بنعرف نفرح بإنجازاتنا؟ وإيه اللي بيحصل جوانا بالظبط في اللحظات دي؟ السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ليه السعادة مش بتيجي بعد تحقيق الهدف؟ المفارقة الغريبة جدا إنه الواحد ممكن يخلص حاجة صعبة تاخد منه وقت ومجهود خرافي، وبدل ما العقل ياخد نفس عميق ويقول الحمد لله أنا ارتحت، تلاقيه فوراً بيسأل طيب وبعدين؟ إيه الخطوة الجاية بقى؟ وكأن الإنجاز ده اتحول فجأة لمحطة صغيرة جدا في سباق ملوش أي نهاية، بدل ما يكون لحظة تستحق إننا نقف عندها ونحتفل. في كلمة واحدة بس، كلمة صغيرة لكنها بتلخص الحوار الداخلي القاسي اللي بيقلل من أي نجاح في لحظتها. كلمة عادي. العقل بدل ما يسقف ويقول برافو، بيقنع الواحد إن اللي عمله ده مجرد شيء عادي جدا، متوقع، ومفيش أي داعي للفرحة أو الهيصة دي كلها. الكلمة دي لوحدها كفيلة تطفي أي إحساس بالإنجاز وتخلي طعم النجاح باهت تماماً. ومع التقليل ده، العقل ما بيسكتش، بيبدأ فوراً يقع في فخ تاني، فخ المقارنة. تلاقي الجملة دي بتتردد جوانا: غيري عمل أكتر بكتير. فجأة بنسيب النجاح اللي لسه متحقق وموجود بين إيدينا ونروح نقارنه بإنجازات ضخمة للناس تانية خالص في ظروف تانية. المقارنة دي حرفياً بتسحب أي إحساس بالفخر وبتبوظ اللحظة وتدمرها من غير ما نحس. وبعدها على طول بتنط فكرة تانية: لسه في حاجات ناقصة. الميل المرهق جدا اللي جوانا إننا نركز بس على الحاجة الوحيدة اللي لسه ما كملتش ونتجاهل تماما 10 حاجات تانية اتعملت بشكل ممتاز. النظرة دي اللي بتركز على النص الفاضي من الكوباية بتخلي الواحد دايما حاسس إنه مقصر مهما حقق أو وصل في حياته. القسم الأول معانا النهاردة جذور المشكلة وصوت النقد الداخلي. لازم نفهم إن عدم القدرة على الفرحة دي مش معناها أبداً إن الشخص جاحد أو مش مقدر النعمة خالص. دي نتيجة طبيعية لتربية وتعود استمروا سنين طويلة. تخيلوا كده، في سن 10 سنين لما طفل ينجح الرد بيكون وليه ما جبتش الدرجة النهائية، وفي سن 15 سنة التركيز كله بيبقى على الغلطة الصغيرة ونسيان المجهود الكبير. فلما الواحد يوصل ل 25 سنة بيترجم كل ده لجملة واحدة: ده الطبيعي والمتوقع. العقل اتبرمج إن النجاح ده مجرد واجب عشان نتجنب اللوم، مش فرصة أبداً للفرحة. وهنا بنيجي المقارنة حاسمة ومهمة جداً بين الغرور وبين تقدير الذات. ناس كتير بتخاف تفرح بمجهودها أو حتى تتكلم عنه عشان ما يبانوش مغرورين أو شايفين نفسهم. لكن خلينا نوضح إن تقدير الذات الحقيقي هو ببساطة إن الواحد يعترف بتعبه وبمجهوده من غير ما يحس إنه أحسن من غيره. الفرحة باللي حققناه مش غرور أبداً، ده إنصاف للنفس ومصالحة حقيقية معاها. القسم الثاني فخ المقارنة وربط قيمتنا بالنتيجة. مقارنة خطواتنا الحالية الصغيرة بأحلام بعيدة جدا بتسرق مننا أي شعور بالرضا. لو بصينا لمكونات الإنجاز الحقيقي هنلاقيه مش بس متلخص في فكرة الوصول للنهاية، في مكونات تانية كتير أحيانا بتكون أهم بكتير، زي مثلا مجرد البداية، المحاولة الجادة وعدم الاستسلام. أحيانا إن الواحد يقع ويرفض يستسلم ده في حد ذاته بيكون هو الانتصار الحقيقي اللي يستحق الفرحة بجد. ومن هنا بيظهر السؤال المؤلم والخفي: هل أنا كفاية؟ ده فخ نفسي صعب جدا. لما الواحد يربط قيمته كإنسان بالنتيجة النهائية بس، كل هدف بيتحول لامتحان مرعب بيقيس قيمته. لو النتيجة طلعت كبيرة يحس إنه يستحق، ولو قلت شوية يحس بالانهيار والرفض. الإنجاز في الحالة دي بيبطل يكون مصدر فرحة وبيتحول لمصدر رعب وضغط نفسي متواصل ما بينتهيش. القسم الثالث ضريبة الوصول وإحنا مستهلكين تماماً. طيب، إيه اللي بيحصل لما نوصل للهدف وإحنا مستهلكين تماماً وجايبين آخرنا؟ ده بيفسر كتير من المشاعر السلبية. دايماً في صراع جوانا بين صوت القاضي وصوت الصديق. القاضي الداخلي دايماً بيطلب أكتر، بيجلد وبيقلل من التعب. على الناحية التانية الصديق الداخلي بيعترف بالإرهاق، بيطبطب وبيقدر المجهود. لو صوت القاضي هو اللي مسيطر ومقفل على الدماء، طبيعي جدا إن الواحد ما يعرفش يفرح بأي إنجاز، لأنه ببساطة بيكون واصل وهو خلصان. كمان في فرق كبير ومحوري بين النجاح المبني على الخوف وكره الذات والنجاح المبني على الحب والتطور. النجاح اللي بيجي عشان نرضي توقعات المجتمع أو لمجرد إننا خايفين من الفشل دايماً بيسيب إحساس بالخواء والفراغ، لأن الانتصار ده بيفتقد للصدق الشخصي، بيفتقد لروحنا. مش كل نجاح بيلمع من بره بيكون مريح من جوه. النجاح الحقيقي هو اللي بيطمن مش اللي بيخوف. القسم الرابع خطوات عملية عشان نتعلم إزاي نقدر ذاتنا.
عشان نغير النظرة دي إحنا محتاجين نعترف بحاجة اسمها الإنجازات غير المرئية. مش كل نجاح محتاج تصفيق وهيصة من الناس. الخروج من السرير في يوم تقيل وصعب كل لأ لحاجة بتستنزفنا، قطع التواصل مع شخص مؤذي، أو حتى إن الواحد يسامح نفسه يبدأ من جديد. كل دي إنجازات هادية جدا محدش بيسقف عليها، بس الحقيقة إنها بتحتاج قوة عاطفية جبارة وتستحق مننا أكبر احتفال. وفي شوية خطوات عملية وبسيطة ممكن ترجع الفرحة دي للرحلة تاني. أولاً، الاعتراف بالتعب والمجهود اللي اتبذل من غير تقليل. ثانياً، الاحتفال ببساطة وهدوء حتى لو كان بكوباية قهوة في مكان مريح. ثالثاً، التوقف لحظة قبل التفكير في الهدف الجاي، ندي لنفسنا مساحة نتنفس. ورابعاً، إننا نتعلم نقبل المدح بامتنان وكلمة شكر بدل ما نقلل من نفسنا. الخطوات دي بتعلم العقل الباطن إن المجهود ده له معنى وقيمة حقيقية. خلي دايما الفكرة دي في البال، قيمة الإنجاز بتتقاس من مكان البداية بتاعته، مش من شكل النهاية عند الناس التانية. القاعدة دي بتفكرنا إن كل واحد فينا بيبدأ من مكان مختلف تماما، بظروف وموارد نفسية وتحديات مختلفة. عشان كده المقارنة المستمرة بالآخرين مش بس بتكون غير عادلة، دي غير منطقية بالمرة وبتظلم صاحبها جدا. ولازم نفرق بالشكل حاسم بين الطموح الصحي اللي هو الرغبة الطبيعية في النمو والتطور، وبين الاحتياج المرضي للنجاح لمجرد إننا نثبت إننا لينا قيمة. الطموح الصحي معناه السعي للأحسن بس مع احترام النفس وتقديرها، مش الجري والنهجان بس عشان نثبت إننا نستحق نعيش. ده فرق كبير جدا وبيأثر على إحساسنا بالرحلة ومدى استمتاعنا بيها. القسم الخامس والأخير، أنا شايف تعبي وحقي أفرح. الإنسان مش لازم يوصل لآخر الطريق أو يختم اللعبة عشان يقدر نفسه ويقول برافو. إحنا كبشر مش آلات أو ماكينات متبرمجة عشان تنجز وتجري من غير توقف أو راحة. الإحساس بالفخر ده حق أصيل في كل خطوة بناخدها، مش جايزة بعيدة مستخبية في النهاية ومسموح بيها بس للمثاليين أو الخارقين. الرحلة نفسها بكل تعبها وعرقها ومطباتها تستحق التقدير. في النهاية المجهود بحد ذاته له قيمة كبيرة. في اللحظة الهادية دي ووسط زحمة الأهداف اللي ما بتخلص، كل واحد فينا محتاج يدي لنفسه مساحة يكتب فيها بصدق: أنا شايف تعبي ومن حقي أفرح. لو في أي إنجاز قريب مر من غير احتفال، يمكن ده الوقت المناسب لابتسامة هادية وتقدير حقيقي للنفس. شكراً ليكم على مشاركتنا الرحلة دي، ونتقابل في تحليل جديد يخلينا نفهم ذاتنا أكتر.